السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفة جديدة إن شاء الله. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم كما شفتوا من العنوان بسيطلات صغار على شكل وريضة، كيجيو ساهلين واقتصاديين، ساهلين في الطريقة ديال التحضير ديالهم، واقتصاديين في المكونات لأننا غادي نحضروهم غير بالكاوكاو. إلا بغيتو تحضروهم باللوز فيبقى لكم الاختيار. فإن شاء الله غادي نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير، وكذلك الطريقة ديال التخزين ديالهم في المجمد. فهنا غادي نحتاجو تقريبا عندي 2 كيلو ديال الدجاج اللي منقي ومغسول من قبل. بإمكانكم ديروا الكمية ديال الدجاج اللي بغيتو. غادي نضيف 1 معلقة صغيرة ديال البزار، 2 معالق صغار ديال السكينجبير أو الزنجبيل، ثم غادي نضيف 1 معلقة صغيرة ديال الخرقوم بلدي أو الكركم، معلقة صغيرة ديال المروزية ديال الدجاج، وهنايا عندي واحد ضامة ديال الزعفران، بإمكانكم تعوضوها بالزعفران حر أو تستغناو عليها. هنا عندي 2 معالق كبار ديال البقدونس أو المعدنوس، ومعلقة نص معلقة صغيرة ديال السمن. فغادي نضيف واحد شوية ديال الماء باش غادي نروي وغادي نشرمل هاد الدجاج هذا. فإلا عندكم الوقت بإمكانكم تشرملوه على تيساع، ما كانش ماشي مشكل، فاحنا غادي نشرملوه. وما غاديش نضيف دابا زيت الزيتون، غادي نخليها حتى من بعد حتى نشرمل مزيان. كما شفتوا راني ما درتش الملح مع المكونات، حتى غنديرو فوق النار عاد غنضيف الملح. فكنشرمل دابا، نشرملوه مزيان، ندخلو هذيك الشرموله في الدجاج، في جميع الجويهات كاملين ديال الدجاج. نحاولوا ما نديروش الزيت باش ديك الشرموله كتدخل مزيان في الدجاج. غادي نضيف هنا 2 بصيلات كبار مشلضين هكا في الهاشواغ. فحاولوا ما تقطعوش البصله صغيره بزاف، ديروها كبيره شويه باش ملي كنجيو كنشحروا ديك البصيله كتبقى لينا معسله، ما كتكونش صغيره. فمن بعد غادي نوضع هاد الطنجرة فوق النار، وغادي نبدا مع التحريك هكذا، كنحرك باش تدخل هذيك البصيله. وغادي نطيبوا هاد الدجاج هذا على واحد النار هاديه، نار مهيله باش يطيب لينا على خاطرو، وما غنضيفوش الماء باش هذيك هو كيطلق لينا الماء ديالو مع ديك البصيله. صافي غادي نغطي على الطنجرة ونخليها هكذا، ومره مره نطلع عليها ونحرك. فهنا كما شفتوا راني رجعت ليها ولقيتها طلقات، بدات كتطلق ديك الماء. غادي نحاول نقلب هاد الدجاج. فهنا راه استعملت غير 2 بصيلات كبار، كما كتعرفوا راه البصله دابا راها غاليه، فاستعملت غير 2 بصيلات كبار وعطاتني واحد التعليكه لا باس بها. فغادي نحرك هكذا. وغادي نضيف هنايا الملحه. الا عندكم الحامض مصير بامكانكم تضيفوا واحد الطريف مقطع طريفات صغار. صافي من بعد راه طاب لينا الدجاج هادي. فانا صفيت الدجاج وخليت المريقه ديالو كما كتشوفوا. غادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال العسل، الا بغيتوا تضيفوا السكر فيبقى لكم الاختيار. وغادي نضيف واحد معلقه صغيره مع مرش ديال القرفه، وغادي نخليها تشحر مزيان فوق النار، مره مره نحرك باش ما تلصق ليناش. ما نغفلوش عليها. فكما كتشوفوا هي بدات كتنشف من داك الماء. صافي من غادي تشحر لينا مزيان غادي نطفيو عليها ونخليوها حتى تبرد. فهنا عندي الكاوكاو المقشر اللي قليته، تقريبا عندي 250 غرام ديال الكاوكاو اللي مقشر ومقلي.
بإمكانكم دهنوه بالزيت وتدخلوه للفران إلا ما بغيتوش تقليو، وبإمكانكم تعوضوه باللوز كذلك، تسلقوه وتقشروه وتقليوه. فغادي نهرمشو في الهاشوار هنايا كيما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. وبالنسبة للدجاج فهو هذا، فأنا حيدتلو العظيمات، وهنا غادي نهرمشو باش يعطيني واحد قطع صغيورين كيجيو ساهلين في الخدمة. كما شفتوا فهو كيجي هكا، فالهاشوار كتساعدنا. وهنا درت واحد المسكه حره اللي طحنتها، فانا ضفت واحد شويه وجوج معلقات كبار ديال السكر كلاصي. بامكانكم تعوضوه كذلك بالعسل. فانا غنخلط هاد المكونات مع بعض، ما غاديش نخلي الكاوكاو بوحدو والحشوه بوحدها، غادي نخلط كلشي في مره واحده. ضفت هنايا القرفه، مسكه حره والسكر كلاصي صافي. وغادي نخلط مع ديك التعليكه ديال البصله، غادي نخلط مزيان حتى ينسجموا جميع المكونات. لاحظتوا في الحشوه ما درتش فيها البيض، انا استغنيت على البيض. الا بغيتوا ديروا البيض فبامكانكم تضيفوا واحد 4 ديال البيضات وتخلطوهم مع ديك البصيله حتى يتشحروا مزيان. فهنا غادي نبداو باش نحضروا البسيطلات ديالنا. غادي ناخذوا الورقه البسطيله كبيره وغادي ندهنوها مزيان بزويته، وغادي نوضعوا الحشوه ديالنا. فهنايا استعملت واحد المول صغيور، وغادي نديرو على شكل واحد الرزيمه صغيره كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ف طريقه واضحه في الصوره. وغادي داكشي اللي بقى لينا فكنرجعوه لتحت على هذا الشكل هذا. صافي الطريقه ساهله وما كتاخذش معنا وقت كبير نهائيا، خصوصا النساء اللي ما عندهمش الوقت. الله يحسن العون، راه العواشر كنديروا فيها بزاف ديال الحوايج، فكنحاولوا نديروا شي حوايج اللي سريعين وما كياخذولش لينا وقت بزاف. فهذه هي الطريقه. فمن بعد ما كنجمعها كنعاود نديرها في هذا المول وكنعاود نبسطها باش كتاخذ الشكل الدائري. صافي كان هذا هو الطريقه ديالها. غادي نعاود معكم واحده اخرى. فكندهنوا مزيان هذيك الورقه ديال البسطيله ونحلوها ونحاولوها نسونطريوها على داك المول، وغادي نديروا الحشوه ديالنا. ومن بعد غادي نبداو نجمعوا على شكل رزيمه هكذا، نجمعوا الجنيبات و من بعد كنلويوها باش كتجمع لينا، ما تخرج ليناش الحشوه من ديك هاد البلاصه هادي. صافي وداكشي اللي بقى لينا فكنديروه في كنطويوه في اللور ديال البسطيله. صافي هذا هو. هذه هي الطريقه ديالنا ساهله. انا بعدا جاتني هاد الطريقه اسهل طريقه، ما خدات ليش وقت كبير نهائيا. فهنا غنشارك معكم الطريقه الاخرى ديال البسطيله. فكتاخذوا الربع ديال الورقه وكديروه على هذا الشكل هذا. كتاخذوا جوج ربوعه، وحده كتعمروها وحده كتعاودوا تغلفوها بها. صافي انا درتها وما عجبتنيش الشكل ديالها، فكنفضل هذا الشكل ديال الوريضات، فكيجيو عاطيين وهماويين، وحتى كيبانوا واخا ما كديروش الحشوه بزاف كيبانوا كبيبرين، كيبانوا عامرين. فكان هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف. وهاد الكميه عطاتني تقريبا 20 بسيطله صغيره، فكيجيو هانتوما كتشوفوا الشكل زوين بزاف. انا بعدا عجبني. فبالنسبه للتخزين فدرت هنا كل جوج جمعتهم في سلوفان، ومن بعد غادي نديرهم في واحد البلاستيكات وغنديرهم في المجمد. فهنا نشارك معكم البسيطلات كيفاش جاو. من بعد هنايا هادو ديال الوريضه، شفتوا كيفاش جاو زوينين. فالتزيين تيبقى حسب الذوق ديالكم. فدهنتهم غير بزويته بشويه الزبده ودخلتهم الفران سخون. صافي كان هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو رائعين لا في المذاق
لا في الشكل ديالهم. نتمنى تجربوهم وتعجبكم الوصفة. وإلا عجبوكم فما تنساوش تشاركوه مع الأحباب والأصحاب في مواقع التواصل الاجتماعي، وتخليو لي واحد اللايك وكومنتير، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. إلى اللقاء، مع السلامة.